مساء الفل. طبعا كل الناس بتفكر في قائمة كأس العالم للأندية. شفنا خبر طلع ان حسين شحات مش هيلحق يكون متواجد في قائمة الفريق لكأس العالم للأندية، طبعا اللي هتسافر في خلال يومين بالكتير ان شاء الله. لكن الحقيقة خلينا نتكلم كده بس على التفاصيل الأول. ان حسين بالفعل تعرض لكدمة خلال المباراة اللي فاتت. الكدمة دي عملت له رشحة على الركبة، وبالتالي فهو مصاب. يعني حسين مش سليم في الوقت الحالي. لكن الطبيب دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لحد الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي ما اكدش ان اللاعب ممكن يكون مستبعد عن القايمه، او ان هو مش هيقدر يكون متواجد في القايمه بسبب الاصابه. الجديد بقى ان اللاعب المفترض ان شاء الله بكره هيعمل اشعه بكره الصبح ان شاء الله. الاشعه دي على اساسها هيتحدد اذا كان اللاعب هيلحق يكون متواجد في مونديال الانديه، ولا طبعا بعد النتيجه بتاعه الأشعة دي هيتم استبعاده بسبب إن فترة الإصابة بتاعته هتطول. فالموضوع كله متوقف لسه في الوقت الحالي على الإشاعة اللي هيعملها اللاعب بكرة، وبناء على نتيجتها طبعا هيتحدد. لكن لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي لسه ما تمش تحديد يعني استبعاده من قائمة المونديال ولا لأ. بس ممكن يبقى فيه مفاجآت في قائمة المونديال بالمناسبة، وممكن نشوف ناس من المحترفين الأجانب بتوع النادي الأهلي مستبعدين. فخلينا نشوف الأيام اللي جاية عشان ما نسبقش الأحداث، ونتأكد مع بعضينا ونشوف مين اللي هيكون مستبعد من القائمة مع بعض. باي باي.